يخص قانون الايجار الجديد القديم والجديد وهذا الامر، يعني انا عايز اقول لك ايه، هو برضه استقر في وجدان الناس. اتفضل استريح. استقر في وجدان الناس ان الايجار ده، النوع ده، بالمناسبه انا مش يعني ما عنديش توجه. ليه؟ لان انا قلت هحل المساله دي بان انا ازود حجم المعروض، بحيث ان النهارده ما يبقاش قضيه قوي، ما فيش غير الشقه دي. لا 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 لا، انا اسف في التعبير اللي هقول لكم عليه، انا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق. بتكلم بجد يعني، ما دام دي الشقه اللي ماسكه في دماغ الناس قوي كده، لا لا لا. انما لازم نكون منصفين، لازم نكون منصفين. هذه العلاقه، علاقه الملكيه في مصر، الملكيه بصفه عامه، لابد ان احنا يعني نحترمها ونرجع لها ما امكن، من غير ما ندوس على الناس. ما امكن من غير ما ندوس على الناس، نرجع لها كتير من الامور اللي فقدتها. ده من منظور الملكيه. فيما يخص القيمه، وانا بكلمك كده في شقق يعني بجنيهات، في حين ان يمكن يعني الشقه في نفس المكان، يعني في وسط البلد على سبيل المثال، اديكي ممكن تبقى الشقه دي ايجارها 15 20 جنيه، وهي تساوي 4 5 مليون جنيه. طب من حقك انك تقعدي فيها صحيح، بس من حق صاحبها انه يتمتع بقيمتها صحيح. احنا بنحاول نقول، انا بقول لك ما فيش كلام جديد، يعني ما عنديش كلام، لكن انا بحاول اشرح للناس قضيه من قضايا مجتمعنا استقر في عقولنا وفي وجداننا ان ما حدش يقرب منها. ماشي، ما نقربش منها بالشكل اللي يأذي الناس. واحد، بان احنا نعرض كتير. اي حد عايز شقه، انا قلت مره قبل كده، نقدر بفضل الله سبحانه وتعالى نوفرها له. ثم ان احنا نعمل شكل من اشكال التوازن النسبي. لو ان انا ما اقدرش اعمل توازن كامل في القضايا دي دلوقتي، لانها بقت مكتسبات مجتمعيه. المجتمع على مدى ال 50 سنه اللي فاتوا ما بقاش مستعد، فانا مش لكن نحسن من الواقع شويه.